ايهاب كان مضغوط قوي الفتره الاخيره، هل كان في ضغوطات وصلته للمرحله دي؟ احنا كان نفسنا نطلع من اللي احنا فيه عشان خاطره اصلا، عشان خاطره هو هو كان بيتحمل حاجات كتير قوي، هو والجهاز عامه، بس كابتن ايهاب فعلا زي ما قلت تحمل حاجات كتير قوي، زي ما كان يعني شغال بياكل في نفسه من جوه. كابتن ايهاب يعني لما كنا بنخسر والكلام ده ما كانش بيعرف ينام اصلا. كابتن ايهاب ملوش دعوه بحد يعني، لوحده كده في حته لوحده والله. والله كمدرب كل حاجه، مدرب، شخصيه، التزام، انضباط، احترام، شخصيه نظيفه ما بيغلطش في حد. انت لعيب كويس بس قبل اللعب انت تبقى محترم، تسمع الكلام، اعمل اللي انا هقوله. هو كان دايما يقول للعيبه اعمل اللي انا هقوله وانا اللي هتحاسب. عمره ما طلع في التلفزيون او حاجه او في لقاء او في اي كلام قال اللي انا مثلا بشايل لحد الليله او كده. لا مش طبيعي. دايما كان هو يشيل الليله لو في الوحش ولو في الحلو يقول للعيبه. كابتن ايهاب طبعا الاب الروحي. تحب ايهاب؟ طبعا جدا. فرق معاك في حياتك؟ طبعا فرق كتير في اسلوب لعبك، في طريقه لعبك، طورك طور كتير يا كابتن. ده الكابتن ايهاب جلال يعني ده المثال اللي انا انا طلعت من الممتاز به، هو اللي خدني في المقصه. انا قدامي طول يعني انا لعبت موسم معاه، رحت نادي الزمالك. لما رحت نادي الزمالك هو جالي، لما رحت الاسماعيلي، فانا الشخصيه دي قدام عيني على طول. ايه بقى؟ لا انا مع احترامي لكل الناس، هو مختلف عن اي حد. انا ممكن اكون ظالم حد ما اتمرنتش معاه، بس انا بقول على كل المدربين ان انا اتمرنت معاهم سواء اجنبي او مصري، مختلف عن اي حد، مختلف في اسلوبه، مختلف في طريقه لعبه، في تمرينه، في محاضراته. انك انت النهارده 11 لعيب اللي لعبوا الماتش اللي فات هم مش عارفين هيلعبوا الماتش الجاي ولا لا. هو مش موصل ان في لعيب نجم فرقه. لو انت نجم الفرقه ممكن تلاقي نفسك بره الماتش الجاي وانت مفكر انك كسبت الفرقه الماتش اللي فات. الكابتن ايهاب يعني هو بالنسبه لي مش مجرد مدرب، لا هو يعني زي والدي بالظبط، مش كلام. يعني ليه فضل عليا كبير جدا جدا جدا. من هنا السنه الجايه مش هقدر اديله حقه. انا شايف الكابتن ايهاب احسن مدير فني في مصر. بلا منازع. يعني لا يعني في شغل شغال في مع نادي المقصه، في شغل، في كوره بتتلعب، في تفكير تاني خالص. هو بدا يحط تفكير تاني في اللعيبه. في لعيبه كتيره في نادي المقصه ما كانش حد يعرفها، بدات الناس كلها تعرفها، بيلعبوا كوره كويسه جدا. احسن مدرب في الدوري المصري حاليا مين؟ كابتن ايهاب جلال. كنت متاكد انك تقول لي كده، كل الناس تقريبا بتقول كده. كابتن ايهاب بص، انا بالنسبه لي انا كنت اسعد الناس ان هو يتولى المهمه في الوقت ده. الفرقه كانت منهاره نفسيا، اوكي بامانه. وانا بالنسبه لي وانا في الاهلي امنيتي هتتمرن مع الراجل ده، مع الكابتن ايهاب جدا يعني. وانا في الاهلي كنت قاعد متعب على شمالي وحسام غالي على يميني، وبنلعب ماتش في السويس مقصه، اللي هو الماتش تقريبا خلص 2-2 او حاجه كده تقريبا. ماتش الدوري كان المقصه بينافس، وانت بتتكلم في حسام غالي ومتعب ب2 قامات في الكوره يعني ما حصلتش. ويقول لك الراجل ده فكره رهيب، وهم قاعدين جنب، انا سامع الحوار، انا في النص وقاعدين يكلموا بعض. يقول لك انا الواحد يتمنى يتمرن مع الكابتن ايهاب جلال. فلما الاثنين دول يتكلموا وانا كلاعب اسمع الكلام ده واشوفه واشوف تعامله، واول لما مسك فكنت مبسوط طاير.